السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عام هجري سعيد، وكل سنة وانتم دايما طيبين وبخير باذن الله. يوم جديد في مطبخ ان شاء الله. هنعمل طاجن كوسة كده مصري اصيل باذن الله يعجبكم. وطبعا قبل ما ابدا اطبخ شويه مواعين كده في المطبخ هنغسلهم كده في لحظه. زي ما انتم شايفين خلاص غسلناهم. يا ريت كل حاجه في الحياه تكون سهله بالشكل ده. طبعا وضبت المطبخ وغسلت كل المواعين اللي فيه عشان ابتدي ان شاء الله اطبخ كده بمزاج. عندي بصلتين كبار قطعتهم ناعم، وحطيتهم في معلقه زيت ومعلقه سمن بلدي، وسبتهم بقى لغايه ما يبتدوا ياخدوا لون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص البصل اهو ابتدى يحمر. هنزل بقى بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم المتوفرة في السعودية. الصلصة دي متوفرة، بجيب باكت كده مع بعضه، بيكون تقريبا سعره 8 ريال او 10 ريال، وبيقعد فترة كبيرة جدا. وبعد ما اضيف معلقتين كبار من الصلصة هقلبها مع البصل، وبعد كده هضيف عصير الطماطم اللي انا عصرته في الخلاط. طبعا ده يعني الطريقة التقليدية المصرية في الطبيخ المصري، اللي طبعا كلنا بنعشقه وتربينا عليه، وده عاداتنا وتقاليدنا والاكل بتاعنا اللي اول ما كبرنا بدأنا ندوق وخلاص معدتنا اخدت عليه. طبعا كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها في الأكل وليها طريقتها، وكل بلد مشهورة ببعض الوصفات المميزة ليها. طبعا في مصر الطبيخ ده حاجة أساسية على كل سفرة في الغداء أو على كل طبلية في الغداء. وبرضو السعودية مشهورة بأكلات إن شاء الله بإذن الله هجرب لكم منها كتير بإذن الله. هنسيب بقى الصلصة تتسبك، وهنا أنا قطعت الكوسة وغسلتها ووضبتها. هنعمل كوسة، طاجن كوسة النهاردة ان شاء الله يعجبكم جدا. مقطعة الكوسة تخينة شوية علشان انا ما بحبهاش تتهري مع في الطبيخ، بحب كده يكون قوامها متماسك. هقلبها كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده هضيف الشوربة بتاعة اللحمة. انا هنا بسلق لحمة بالطريقة التقليدية المصرية العادية خالص. وحطيت طبعا الشوربة بتاعتي ظبطتها، وحطيت لها لورا وبصل وملح وفلفل وكل حاجة تمام التمام. وزودت طبعا الشوربة على الكوسة. وطبعا في الوقت ده اللحمة كانت استوت، فهجيب اللحمة وانزل بيها مع الكوسة والصلصة بتاعتها علشان تاخد وتدي كده بنفس الطعم. عايزة تقدميها مسلوقة، عايزة تحمريها لوحدها زي ما تحبي، بس انا هحمرها في الفرن. لو عندك بعد كده طاجن او صينية هنشوف مع بعض هنعمل ايه. التكة الاخيرة دي هي اللي بتخلي الاكل في حتة تانية، هنشوف مع بعض. وطبعا الطبيخ الحلو ده يتاكل جنبه طبعا رز. عايزه تعملي بقى رز بشعريه زي ما انا هعمل، عايزه تعملي رز ابيض رز حبايه وحبايه زي ما تحبي. هتجيبي الشعريه كده في معلقه زيت كبيره مع معلقه سمن، وتقلبي الشعريه. اول ما تحمر هنكون عندنا الرز المصري العادي خالص غسلينه وسايبينه يتصفى، هنضيفه مع الشعريه. وطبعا تكه حلوه جدا. قلبي الرز مع الشعريه شويه، ما تضيفيش الشوربه على طول عشان هتحسي كأن الرز مسلوق. لكن لما تقلبيه مع الشعريه كده شويه لغايه ما يبتدي بس البدايه ياخد لون، هتضيفي الشوربه بتاعتك والملح والفلفل وخلاص كده تمام التمام. يعتبر كده خلصنا 90% من الاكل بتاعنا. هنا انا بضيف الشوربه، وشوفي بقى لو محتاج ملح مع رشه فلفل اسود. طبعا الشوربه متظبطه وخلاص كده تمام التمام. هقلب الرز، واول ما يغلي هوطي النار واغطيه كالطريقه المعتاده لعمل الرز. بعد كده هجيب صينيه طاجن اي حاجه واحط فيها كده معلقه سمن بلدي حلوه، واروح جايبه بقى الكوسه بتاعتي مع البهاريز والصوص والصلصه بتاعتها، واروح فردها كده في الطاجن او الطاسه بتاعتي. افرد اللحمه عليها كده على الوش من فوق، ورشه فلفل اسود بسيطه، واروح مدخله الكلام ده كله في الفرن. ممكن ما اشغلش الفرن كفايه، بس اشغل الشوايه. وشوفوا بقى المنظر في الاخر هيكون عامل ازاي. يعني بيخلي الكوسه مع اللحمه بجد في حته تانية. زي ما انتوا شايفين اهو الموضوع سهل وبسيط، وطبيخ مصري تقليدي جميل وحلو جدا. زي ما انتوا شايفين الرز خلاص استوى اهو تمام.
مفلفل وزي الفل اهو. وطبعا انا حطيت الصينيه بتاعه الكوسه في الفرن، وادي عندي بقى المقبلات الحلوه دي، بتنجان مخلل مع فلفل، وعندي خيار مخلل. وطبعا انا غرفت الرز اهو، وهوريكم بقى الكوسه دلوقتي. شايفين؟ بصوا بقى الجمال، بصوا بقى اللحمه خدت لون كده بسيط من فوق، والكوسه نفس النظام، وتحسيها ان هي ايه، اتسبكت اكتر، وحاجه كده تجوع فعلا. بألف هنا وشفا. وده كان الفيديو بتاعي، ودي كانت الوصفات بتاعتي المصرية الأصيلة. بألف هنا وشفا. أتمنى إن شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، وتشترك بسرعة في القناة عشان اللي جاي إن شاء الله هيكون أحلى وأقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.